ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم وصفه جديده ان شاء الله باذن الرحمن، خفيفه وسريعه واقتصاديه جدا جدا جدا. عندي هنا ربع كيلو لحمه. نبتدي بيه الاول. هولع بس النار. الصينيه عندي ولعت عليها البوتاجاز اهي. هنا حطيت الصينيه ولعت عليها البوتاجاز اهي. تمام. هنزل عليها حوالي 4 معالق زيت كده، وهجيب اللحمه هنزل بيها. بشر على حته ليها صغيره. ده ربع كيلو لحمه مفرومه. تمام اهو. واسيبها بقى مع نفسها كده على البوتاجاز دقيقتين عشان انا افرم البصل. انا عندي هنا بصلتين اهمت دول في الكبه. اجيب السكينه اقطعهم. هنا بقى ايه، انا فرمت البصل خلاص اهوت. وهنا مقشره بقطع بطاطس على البصل. وهحكي كل اللي انا بعملته قبل ما ابدا معاكم. قطعتها مكعبات. كنت الواحده 4/4 وقطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. لو طلعت معاكم تخينه خليها 5 أو 6 شرايح مستطيله طويله، وتقطع معاكم مكعبات بالشكل ده. مقطعه عندي هنا فلفل اهوت الوان اخضر واحمر واصفر، ومفرمه فصين ثوم، ودول بحبه كزبره. نعمل معاكم ان شاء الله اكله حلوه باذن الرحمن دلوقتي وهتعجبكم. بس عندي اللحمه بس ايه، اخد بس كده اللون. هنا خلاص اللحمه خلاص اهيت. كانت معايا لون الرمادي. هنزل بقى ايه، تحطي. عايزه اقول لكم على حاجه، لما تكوني بتشتغلي على البوتاجاز لازم يكون بوتاجازك نضيف، عشان يبقى عندك تشجيع انك ايه، انك تشتغلي في المطبخ وتخلصي اكلتك بسرعه. وتحطي معلقه طبق تحتين معلقه للبنات اللي لسه مبتدئه. طبق تحطيه جنبك زي ما انا حاطه طبق كده، تحطي عليه الحاجه اللي انت المعلقه اللي انت بتقلبي بيها والحاجه اللي انت بتستخدميها. ماشي. دي نزلت بالبصله كلها. دي بقى ايه، نازله على البصله بملح حسب رغبتكم انتوا، وكمون، كمون صغيرين، وفلفل اسود. بس انا هحط البابريكا. هتيجي فلفل اسود من هنا كده اسود حوالي ربع معلقه ونص معلقه من بتاعه الشاي. هقلب بقى كل المكونات دي كده ببعضها. الاكله دي سريعه جدا وما بتاخدش اي حاجه، وبتعمل معاكي كميه وفيره. هنزل بقى هنا بالخضار بالفلفل الالوان والفلفل الحار ده اختياري. ماشي. والفلفل الالوان حتى لو انت ما عندكيش الا فلفل اخضر حطي. انا عشان عندي انا الفلفل الالوان ده والحاجات دي عندي موجوده، يعني موجوده عندك في بيتك اشتغلي بيه. ما تربطيش نفسك باللي انا بعمله. انا بديك الفكره وانت اعملي فيها الاختيار اللي انت عايزاه. وما تغطيش الصينيه عشان خاطر الفلفل ما يهبطش خالص، يعني ما يبقاش مستوي خالص وكده. يبقى فيه حته قرشه كده يبقى طعمه حلو. انا هسيبه بالطريقه دي. بعد كده هنزل بمعلقه صلصه حوالي نص كوبايه ميه، واقلب بقى كل الكلام كده ببعضه اهو بالطريقه دي. انا نزلت بحوالي نص كوبايه ميه، بس هم عايزين فيها صوص تاني، فانا هنزل بشويه ميه كمان. انا كده نزلت بكوبايه ميه كامله. تمام. انت مش عايزه فيها صوص وعايزين ناشفه كده وحلوه معاك، هم عايزين فيها صوص. فانا مش هخلي الصوص ده كله، بس انا عشان خاطر بس ايه، اللحمه تاخد تسويه شويه. وهنزل بحوالي نص معلقه ثوم مفروم. اقلب الكميه دي كده كلها ببعضها كده. انا نزلت هنا بقى هعمل له شويه صوص هنا من عندي. انا نزلت هنا بنص معلقه دبس رمان، وهنزل عليها بشويه صويا صوص اهو، معلقه صغيره. هنا نص معلقه صلصه. وهنا شويه برده كمون صغننين، ملح، من بابريكا، وحبه فلفل اسود صغننين. واخد كريمه الثوم واحط له شويه ميه. انا حطيت ربع معلقه صلصه تاني. كانت خفيفه. بصي بقى تقيله الصوص بقى تقيل ازاي. الصوص ده بيغمسوا بيه مع الحاجه. تعالي بقى هنا كده معايا
بقى هنا الخلطه دي بس بقى الحته جميله والالوان بتاعتها جميله، والفلفل مش دبلان كده لا، عشان انا ما غطيتش عليها. تمام، هي كده الاكله معايا خلصت، بس دقيقه واحده يعني، هسيبها كمان دقيقتين على النار، وممكن انزل عليها البطاطس كده، بس انا مش عايزه البطاطس تبرد، فانا هخلي البطاطس شويه كده بس تشرب شويه من الصوص ده. هنا بقى خلاص اهي، اجي بقى نازله بصوا بقى الفلفل عامل ازاي، الالوان بتاعتها جميله. عايزه اقول لكم والله ريحتها قلب البيت. انا عندي بنت كانت داخله الاوضه بتاعتها بتقول لي ريحتها جايبه اخر الاوضه، اقوى من ريحه اقوى ما هي في المطبخ. تقلبي بقى كده اهي. بس رمت ربع كيلو لحمه، رمى معاكي كميه قد ايه، بس الاكله جميله. هتفي بقى عليها، هاجي نازله بشويه بقى بقدونس كده في الاخر خالص. هعمل بقى شويه طحينه دلوقتي معاكم. هنا انا حطيت نقعت نص رغيف اهوت في ميه وسبته لما باش. هنزل بقى ايه عشان اعمل الطحينه اللي هي الطحينه الاقتصاديه. معلقتين خل، شويه ميه، حوالي 3 معالق طحينه بس كده. بس بقى كل الكلام ده ببعضه هحط ملح وكمون. ادي شويه ملح وادي شويه كمون. خلاص هضربها بقى في الخلاط ونشوف ايه هنقدم ايه. انا كده حطيتها معاكم اهي. ايه رايكم بقى كده؟ هنا عملت الاكل، بصي عملتها ازاي جميله. وهنا عملت الصوص اللي انا عملته معاكم، عملت الطحينه الاقتصاديه اللي انا قلت لكم عليها اهي، وعامل ليمون مخلل كنت انا مخللاه. اللي انت جايه بقى جايه عامله كده، ما بزودش بقى النقطه اللي جايه عامله كده كده. يا سلام كده. نحط شويه طحينه نشيل شويه صوص. نعمة جميلة، اقسم بالله جميلة. خلاص كده انا خلصت معاكم الاكل كله. تمام، عملت معاكم الطحينه. على فكره الطحينه وانا بضربها في الخلاط بصي هي بتتقل، يعني انت ممكن تخففيها تاني. انا بضربها في الخلاط حطيت حته تومه، حوالي ربع معلقه توم. عمليه جميل جدا. ما تنسوش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. جربوا الوصفه دي هتعجبكم، وسريعه وسهله وجميله وخفيفه واقتصاديه. جربوها وبتكفي كذا فرد. جربوها، ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اول مره اطلع لكم لايف كده، فانتوا بقى دعموني وايه وادوا لايكات 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 لايكات. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.